رغم شبابها الغض واجهت أعتى أزمة عالمية ومحلية وصمدت: الجائحة والقحط. فبعد تسنمها مقاليد الحكم في إقليم كردستان، نازلت الكابينة التاسعة هذه الكوارث وانتصرت عليها رغم قطع الموازنة العامة للإقليم من قبل الحكومة الاتحادية لأكثر من 10 سنوات. بعد بداية الكابينة بعدة أشهر واجهت معوقين. الأول كان بدء جائحة كورونا في العالم، وبعدها الأزمة الاقتصادية التي صاحبت الجائحة. كما تعلمون إن موازنة الإقليم قد اقتطعت واستقطعت منذ سنة 2014، فاعتمدنا اعتمادا كليا على الإيرادات الداخلية للإقليم كما ذكرت. من خلال توحيد إيرادات إقليم كردستان مع ما يستحصل من بغداد، استطاعت الكابينة التاسعة الصمود، بل تعدى الأمر إلى ثورتها في الإعمار والاستثمار. وخير مثال على توسعة إقليم كردستان هي أربيل، التي وزعت وخططت فيها قطع الأراضي، وتم إيصال شبكة طرق وخدمات الماء والكهرباء ل14 حياً ومنطقة لم تكن موجودة من الأصل قبل العام 2019، لكن وفي الربع الأخير من العام 2024 وصلت التوسعة في أربيل إلى حجم اللون الوردي المحدد على الخارطة. عدا قطاع الاستثمار، أنجزت الكابينة التاسعة 750 مشروعاً بتكلفة بلغت 2.8 مليار دينار عراقي. حظيت الطرق والجسور على أكثر من 71% من التخصيصات المالية. قرابة 1370 كيلومتراً. لك أن تتخيل أن طول الشوارع التي أنشأتها وعبدتها الحكومة كان أكثر مسافة من زاخو وحتى الفاو ب230 كيلومتراً. فالشوارع هنا جاءت لربط الأواصر الاجتماعية والثقافية ولبناء جسورها المادية والمعنوية. وآخر عامين أنجزت فرق وزارة داخلية الإقليم تخطيط طرق وشوارع بطول 500 كيلومتر، فيما نصبت 15,000 إشارة مرورية و40 كيلومترا من الحواجز والأسوار الحديدية على الشوارع والطرقات. من يلقي نظرة على شوارع وجسور مدن الإقليم سيرى أنها تحاكي بتصميماتها ودقة إنجازها مدن العالم المتطورة. إن حكومة الإقليم استطاعت أن تنجز حوالي 750 مشروعا مهما في الإقليم بكلفة تناهز 2,800 مليار دينار عراقي، الذي هو إن نظرت إليه لن يكون مبلغا كبيرا مقارنة بالموازنة اللي موجودة في الحكومة الاتحادية، لكن مع الأخذ بنظر الاعتبار الوضع الراهن في الإقليم لحد الآن هذا المبلغ يعتبر مبلغ كبير بالنسبة لنا. من هذه المبالغ التي ذكرت الآن حوالي 2 تريليون لمشاريع الطرق والجسور. نحن نعتقد في حكومة الإقليم في إقليم كردستان أن مشاريع الطرق والجسور هي الشريان الحيوي لنمو الاقتصاد في الإقليم، لذلك تم رصد مبالغ كبيرة من هذه الميزانية للطرق والجسور. الرؤية الرئيسية بالنسبة للسيد كاك مسرور برزاني هي تتعلق بالبعد المجتمعي والبعد الذي يهدف إلى تقوية
وحدة الإقليم في داخل الإقليم. يعني هذه الطرق مثل ما تفضل هي ليس فقط طرق تستخدم للنقل أو تستخدم للسفر أو للتنقل بين المحافظات، بل أيضا تهدف إلى تقوية الأواصر المجتمعية وتقوية المجتمع ككل في داخل إقليم كردستان، وهذا سيعزز الوحدة في إقليم كردستان. وفقا لتخمينات وزارة تخطيط إقليم كردستان، يسكن إقليم كردستان 6,889 مواطنا كرديا. أضف إلى ذلك 700,000 مواطن من باقي المحافظات العراقية، وينشد 286,000 لاجئ الأمان والاستقرار في محافظات الإقليم، ما تشكل نسبتهم 95% من لاجئي العراق. وبما يتناسب وحجم الناس في إقليم كردستان، عملت الحكومة جاهدة على الاهتمام بالقطاع الصحي، حتى شيدت المستشفيات والمراكز الصحية بواقع 30 مستشفى جديدا وقيد التنفيذ، و21 مركزا صحيا متخصصا. أنشأت الكابينة التاسعة 152 مدرسة، ورممت 1670 أخرى، وأضافت 629 صفا جديدا، وافتتحت جامعتين جديدتين في كلار وعقرة، 42 مدرسة قيد الإنجاز، 15 روضة أطفال كذلك، و28 مدرسة قيد الإنجاز في إدارة سوران المستقلة. حوالي 100 مليار إلى مشاريع الإسكان، و60 مليار إلى المشاريع الصحية، و50 مليار إلى المشاريع الخاصة بوزارة التربية. طبعا هذه المبالغ تتضمن مجموعة من الفقرات التي هي بناء، إعمار، توفير مستلزمات. هذه كلها كانت تقع ضمن ميزانية التريليونين و800 مليار دينار عراقي. هكذا سارت الكابينة التاسعة بخطى سريعة، وتجري راكضة لتسريع عجلة التطور والإعمار إلى حد كبير. هذا ما عندنا، ماذا عندكم؟